خبر عاجل: عودة حمدي فتحي للأهلي على سبيل الإعارة في يناير القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما بنقول كده، حمدي فتحي وعودة إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة علشان خاطر يقضي مع النادي الأهلي كأس العالم للأندية. طبعا بما ان البعثة كانت في قطر، الكابتن محمود الخطيب تواصل شخصيا مع رئيس نادي الوكرة القطري واتكلم معاه في ان هو محتاج حمدي فتحي، وهتلاقوا بيان عاجل لسه نازل دلوقتي على صفحة الاهلي الرسمية ان حمدي فتحي في الاهلي على سبيل الاعارة. طبعا ده خبر ممتاز جدا بعد العك اللي احنا شايفينه في الاهلي، وده يمكن مش عارف بداية بقى عصر المسكنات، بس هو ده اللي الاهلي محتاجه بالفعل. رجالته ترجع تاني، الرجاله اللي بتلعب كوره، الرجاله اللي محتاجه تلعب كوره، اللي محتاجه تجيب بطولات، وهو ده اللي قلناه في الفيديو الاخير امبارح. بعد طبعا الهزيمه المؤلمه اللي تلقاها النادي الاهلي بعد ما كان خلاص قاب قوسين او ادنى يعني من ان هو يحصل على البطوله، بعد السيناريو العجيب اللي شفناه امبارح. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني معانا النهارده بصراحه مباراه الزمالك والمصري وفوز الزمالك على المصري، وعايز اقول بقى يعني نتكلم كلمتين كده بما يرضي الله. الزمالك النهارده كان رائع ومسيطر على الماتش تقريبا كامل. بصراحه كان هو الاخطر، هجماته الاخطر، لعبته عندها اصرار اكبر على الفوز. بصراحه الزمالك عمل مباراه رائعه وفاز بهدف زيزو 1-0 على النادي المصري، وخد ال3 نقط وتصدر مجموعته في دوري الابطال. سوري، في الكونفدراليه. انا اسف، الزمالك ما بيلعبش في دوري الابطال بقاله كتير قوي. اللي كنت حابب اقوله بقى دلوقتي على زيزو، يعني زيزو احرز هدف، فهي دي الحاجات اللي بياكل بيها عيش زيزو، يعني هو ده اللي بيعيش عليه. يعني هتبص تلاقي الزملكاويه النهارده بيغنوا بزيزو، وانا مش قاصد حاجه والله، انا مبسوط للزمالك ومليون مبروك ليهم، وعملوا ماتش زي ما قلنا يعني هايل، وعملوا ماتش كان رائع بصراحه. ومن اول الماتش هم عندهم الاصرار اعلى من المصري انهم يكسبوا، وحاسس كده في لعيبه المصري ان الكلام الكام يوم اللي فاتوا دول اثر عليهم وخلاهم مستهترين اكتر، خلاهم حاسين ان المباراه سهله، خلاهم حاسين ان المباراه في ايديهم، حاسين ان هم هيغلبوا الزمالك والموضوع بسيط، وان الزمالك بدون مدير فني لا بصراحه النهارده الزمالك كان اروع وكان احسن، واحمد مجدي ادار المباراه بشكل كويس جدا بصراحه، وده اللي خلى الزمالك يفوز. بالنسبه لزيزو زي ما قلت وهقول تاني، هو ده اللي عايش عليه وهو ده اللي بياكل منه عيش. يعني النهارده زيزو الموسم ده كله ده تاني هدف ليه في الموسم، فاعتقد انه لعيب في كام مباراه، مش عارف عدد بالظبط المباريات يعني، ان كان دوري وان كان الكونفدراليه، وجاب هدفين، ده الهدف الثاني. فيرجع بكره هتسمعوا ان زيزو عايز بدل ال 100 200 مليون، وهتبص تلاقي بعض الزملكاويه ده اهم واحد في الفرقه ولازم ياخد ال 200 مليون. فانا بس عايز اقول لجماهير الزمالك، الجماهير المحترمه، الجماهير اللي عندها عقل وبتفكر يعني، الجماهير اللي هي مش ميدو ومش خالد الغندور ومش عمرو الدرديري، انه لا يعني يا جماعه احسبوا الموضوع باكج، مش مباراه جاب فيها جول فيستاهل ان هو ياخد 100 مليون و200 مليون الارقام الهبله اللي بنسمعها دي. لا، قيموه توتال على بعضه، كل اللي لعبوا شوفوا لعب من اول الموسم كام مباراه واحرز فيهم كام هدف، فاعليته ايه في الملعب، هو ده اللي محتاجين نحسبه، هو ده اللي محتاجين نعرفه، هو ده اللي كنت عايز اقوله النهارده. واتمنى لو الفيديو عجبكم دوس لايك، وما ننساش مشاركة القناة علشان خاطر يوصلنا كل جديد، ونشترك يا جماعة لو سمحتوا، اللايك والاشتراك في القناة علشان خاطر احنا متواصلين بدعمكم. سلام عليكم.